السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم متابعينا الأوفياء. بالماضي يتخلى عن لاعب مهم من صفوف المنتخب الجزائري لهذا السبب، لكن قبل كل شيء، إن كنت تحب المدرب جمال بالماضي اضغط على لايك للفيديو ولنتابع بقية التفاصيل. قرر المدرب الوطني جمال بالماضي التخلي عن بعض اللاعبين بسبب تدني مستواهم وتواصل العقم الهجومي. يستعد الناخب الوطني جمالاً بالماضي لضبط قائمة اللاعبين في المنتخب الجزائري المعنيين بتربص شهر أكتوبر المقبل، ويخوض المنتخب الجزائري مباراتين وديتين أمام كل من الرأس الأخضر يوم 12 في مدينة قسنطينة، قبل السفر إلى الإمارات لمواجهة منتخب مصر في قمة عربية مثيرة يوم 16 من الشهر نفسه. وكشف موقع العربي الجديد بأن الناخب الوطني يفكر ملياً في تدعيم خط هجوم المنتخب الجزائري في المعسكر التحضيري المقبل. وذكرت المصدر ذاته بأن جمال بالماضي يراقب عن كثب تألق المهاجم الشاب منصف بقرار مع فريق نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وبات أمام فرصة ذهبية من أجل إثبات مكانته في تشكيلة المنتخب الجزائري بعد توجيه بالماضي الدعوة له، خاصة مع تراجع مستوى بغداد بونجاح وغيابه الوارد عن تربص أكتوبر المقبل. وسيشكل استدعاء المهاجم منصف بقرار تهديداً صريحاً للمهاجم أمين محيوص وكذلك مهاجم السد بغداد بونجاح. واستطاع منصف بقرار البالغ من العمر 22 سنة أن يفرض نفسه في ناديه نيويورك سيتي في أول تجربة احترافية له بالدوري الأمريكي، حيث سجل 4 أهداف كاملة، كما افتك مكانة أساسية له مع الفريق الأمريكي.